أهلا بيكم في Mind Matters، مساحة لكل اللي بيحب يشوف الحياة بنظرة مختلفة. هل كل شخص واثق في نفسه بيكون فعلا مقدر نفسه، ولا ممكن يكون مظهر خارجي وبس؟ طب يا ترى الثقة دي بتيجي من قدرات حقيقية ولا من إحساس جوانا بقيمتنا؟ إيه اللي ممكن يخلي شخص يثق في نفسه وشخص تاني لأ؟ في حلقة النهاردة هندخل بعمق في عالم الثقة بالنفس. هنشرح مع بعض إيه هو تقدير الذات والثقة بالنفس. هنبص عليها من منظور علم النفس وعلم المخ والأعصاب وتأثير المجتمع. هل تقدير الذات شعور لطيف وخلاص، ولا ليه تأثير فعلي على حياتنا؟ معظمنا بيشوف الثقة بالنفس كشيء إيجابي بشكل عام، بس الموضوع أعقد من كده بشوية. أحياناً الثقة بالنفس بتكون مبنية على تقدير ذات حقيقي وصحي، وأحيان تانية بتكون حاجز بيخبي وراه ضعف كبير، ودي كمان حاجة هنتكلم فيها النهاردة. لما نيجي نتكلم عن الصورة اللي احنا شايفين نفسنا بيها، مهم قوي نفرق بين حاجتين الناس دايماً بتخلط بينهم، وهما تقدير الذات والثقة بالنفس. تقدير الذات هو إحساسك بنفسك بشكل عام، قد إيه شايف نفسك ليها قيمة وأهمية. أما الثقة بالنفس هي إيمانك بقدرتك على إنك تعمل حاجات معينة أو تحقق أهداف محددة. بطريقة أبسط، تقدير الذات هو مدى حبك لنفسك، أما الثقة بالنفس فهي مدى ثقتك في قدراتك. طب إيه هي الثقة بالنفس وإزاي بتتبني؟ علم النفس قال إنها بتبدأ تتكون فينا من زمان قوي، من أيام الطفولة ومن اللي بنشوفه وبنسمعه من أهلنا والناس اللي بنحبه، وده اللي بيساعدنا نكون أول صورة لينا عن نفسنا. وكمان قالوا الثقة بالنفس هي إنك تكون مقتنع بقيمتك كإنسان، مش مجرد إنك تحس إنك كويس وخلاص، لأ، دي حاجة أعمق من كده بكتير. أما علم المخ والأعصاب قال إن مخنا فيه مناطق معينة بتقيمنا وتنظم مشاعرنا. لما بننجز أو نتقدر بيفرز مواد زي الدوبامين أو السيروتونين اللي بتعزز إحساسنا بقيمتنا. المهم إن مخنا ده مش ثابت، بيتغير طول الوقت وبيتشكل بأفكارنا وتصرفاتنا الجديدة، وده بيخلينا نقدر دايماً نعيد بناء ثقتنا بنفسنا. يعني الثقة بالنفس بتتبني بالأفعال والتجارب. إيه أنواع الثقة بالنفس؟ في أبحاث بتقول إن هو مش نوع واحد، في نوع بنسميه الثقة بالنفس الشاملة Global Self-Esteem، وده بيبقى إحساسك العام بقيمتك كإنسان بشكل كلي، يعني نظرتك لنفسك بشكل عام. والتاني، النوع التاني Domain Specific Self-Esteem، اللي هو الثقة بالنفس في جوانب معينة، ودي بتكون مرتبطة بمجالات أو أدوار محددة في حياتك. يعني ممكن جدا تكون واثق في قدراتك دراسيا أو في شغلك، لكن في نفس الوقت مش واثق في نفسك اجتماعيا أو مش واثق في شكلك. وده طبيعي جدا وموجود عند ناس كتير، لأن الثقة بالنفس دي عبارة عن مجموعة تقييمات مختلفة بنعملها لنفسنا في جوانب حياتنا المختلفة. طيب إيه فوائد الثقة بالنفس؟ أبحاث كتير بتقول إن الثقة بالنفس السليمة مش بس إحساس حلو، لأ، دي حاجة ضرورية علشان صحتك النفسية وكمان الجسدية. ولقوا فوائد كتير، زي إن الناس اللي عندهم ثقة في نفسهم بيكونوا أسعد وعندهم رضا أكتر كتير عن حياتهم، وأقل عرضة للقلق والاكتئاب. الإنسان الواثق في نفسه بتكون علاقاته أعمق وأقوى، لأنه مش بيعتمد على غيره علشان يحس بقيمته، بيعرف يدي ويستقبل حب واحترام بطريقة سليمة. اللي عنده ثقة بنفسه
بيعرف يحط أهداف كبيرة ويصر عليها مهما قابلته صعوبات. ثقتك بنفسك بتخليك تاخد قرارات صحية أفضل لنفسك، وبتبعدك عن السلوكيات اللي ممكن تضرك. ومن النقط المهمة جدا اللي لازم نفهمها كويس هي إن في فرق كبير بين الثقة بالنفس الصحية والنرجسية. كتير من الناس بيتلخبطوا ما بينهم، لكن الحقيقة هم مختلفين تماماً. الثقة بالنفس الصحية معناها إنك عارف قيمتك، وفي نفس الوقت بتحترم اللي حواليك، وواعي للجوانب اللي محتاجة تطوير عندك. يعني شايف نفسك بواقعية بعيوبك ومميزاتك، من غير ما تعظم ولا تقلل من نفسك ولا غيرك. أما النرجسية هي لما الشخص يشوف نفسه أعظم من كل اللي حواليه، ويحس إن محدش يستحق إنه يقارن بيه. الشخص النرجسي غالباً ما بيهتمش بمشاعر غيره، وبيبقى دايماً مشغول بصورة مثالية عن نفسه ورافض لأي نقد. وعلشان يحافظ على الصورة دي ممكن يستغل اللي حواليه لمصلحته من غير ما يحس بتأنيب ضمير. ودي ما بتبقاش ثقة بالنفس، دي بتبقى حالة نفسية ممكن تضره وتضر كل اللي بيتعاملوا معاه. الخلاصة يعني إن الثقة بالنفس الصحية هي اللي بتخلي علاقاتنا كويسة، ودايما بتساعدنا نكبر ونتطور في حياتنا. أما النرجسية فدي بتخلق مشاكل كتير في العلاقات وبتفصل صاحبها عن الواقع. الثقة بالنفس مش رفاهية، هي أساس لحياة نحس فيها بالاتزان والرضا. هي اللي بتشكل قراراتنا وبتساعدنا نكمل بعد أي وقعة. لكن علشان تكون حقيقية لازم نبنيها من جوه، من تقبلك لنفسك ومن وعيك بقدراتك وعيوبك، مش من نظرة الناس ليك. وفي مجتمعات بتقيس الناس بالمظاهر مهم قوي نسأل نفسنا، هل أنا فعلا شايف قيمتي ولا بعتمد على رأي الآخرين في نظرتي لنفسي؟ وزي آخر كل حلقة هسألكم 3 أسئلة reflection و3 نصايح مني. 1. إمتى آخر مرة حسيت بثقة حقيقية؟ وإيه الموقف اللي تقدر ترجع له كل ما تهتز صورتك عن نفسك؟ 2. لو تختار لنفسك لقب بسيط يشجعك ويرفع معنوياتك هيكون إيه وليه اخترته؟ 3. إيه الحاجات اللي مفروض أعملها علشان أعزز ثقتي بنفسي؟ ما تستنيش تبقى جاهز علشان تاخد أول خطوة. الثقة مش لازم تكون موجودة عندنا عشان نبدأ. الشجاعة بتيجي الأول، الثقة بتيجي بعدها. راجع الناس اللي في حياتك، خلي حواليك ناس دايما بتشوف فيك نقط قوتك مش بس نقط ضعفك. خليك الشخص اللي يقدر يثق في نفسه لأنه دايما بيوفي بوعده حتى لو كان وعد بسيط. الثقة مش بتتبني من الإنجازات الكبيرة، لكنها بتبدأ من التزامك اليومي مع نفسك. كل مرة بنقول هنعمل حاجة وبننفذها حتى لو كانت صغيرة بتقوي ثقتنا بنفسنا من جوانا أكتر من أي مدح خارجي. شكراً إنكم سمعتوني في حلقة النهاردة. استنوني الحلقة الجاية في موضوع جديد ومهم لينا كلنا. وخليكم دايماً فاكرين، عقلك أغلى كنز عندك، حافظ عليه. كل حب وسلام. ميرو من Mind Matters.